فريق أولمبيك خريبكا بانتصارين وتعادل استقبل نهضة بركان وهو يماني النفس بفوز ثالث، لكن الخصم كان من العيار الثقيل. الهدف الوحيد خلال هذا اللقاء كما نتابع من خلال هذا الملخص المقتضب حمل بصمة اللاعب الحسن أخميس مع مطلع المباراة. اللاعب أخميس لاعب فريق نهضة بركان لم يكن في حالة تسلل، وبالتالي الهدف كان مشروعا. أولمبيك خريبكا بعد ذلك سيحصل على ضربة جزاء بالدقيقة 39 من خلال هذه المحاولة، لكن اللاعب رشيد تبركانين لاعب فريق أولمبيك خريبكا لم يفلح في تعديل نتيجة اللقاء. الشوط الأول إذن انتهى بانتصار الزوار بهدف مقابل لا شيء، وبالشوط الثاني نزل فريق أولمبيك خريبكا بثقله نحو مرمى الخصم من خلال الكرة الثابتة، وكانت أبرز فرصة أتيحت للاعب النشيط بفريق أولمبيك خريبكا البزغودي الذي غلطه الحظ بعدما ارتطمت تسديدته بالعارضة. هذه أول هزيمة لأولمبيك خريبكا وجاءت بميدانه وأمام جماهيره فريق نهضة بركان بالسكة الصحيحة. قبل متابعة ملخص لقاء الجيش الملكي والاتحاد